عاجل الآن ومباشر، الحرس الثوري الإيراني يقصف تل أبيب بأكثر من 400 صاروخ متعددة الرؤوس، والإعلام العبري يعلن اختراق قطار عسكري محمل ب500 طن من الصواريخ في تل أبيب. والقناة الثانية عشر العبرية تعلن تدمير واختراق حي كامل في تل أبيب وتهدم أكبر ناطحة سحاب في المدينة. والحرس الثوري الإيراني يهدد بقصف مطارات تل أبيب بصواريخ هواسونج الكورية الشمالية التي تسلمها منذ يومين. بتطور خطير وغير مسبوق، أعلنت مصادر رسمية في طهران عن إطلاق أكثر من 400 صاروخ ضخم متطور متعددة الرؤوس من داخل الأراضي الإيرانية باتجاه أهداف عسكرية واستراتيجية داخل إسرائيل، في عملية وصفت بأنها الأوسع منذ بداية الحرب الإيرانية الإسرائيلية. الهجوم الذي استمر لساعات أحدث دمارا هائلا في قلب مدينة تل أبيب، حيث اندلعت حرائق ضخمة التهمت حيا سكنيا بالكامل، وأدت إلى انهيار واحدة من أعلى ناطحات السحاب في المدينة، وسط تضارب في الأنباء حول عدد القتلى والجرحى. وسائل إعلام إسرائيلية ناطقة بالعبرية وصفت الوضع في تل أبيب بالكارثي، مشيرة إلى أن المدينة لم تعد صالحة للعيش مؤقتا بفعل الانهيارات واحتراق شبكات الكهرباء والمواصلات في عدة مناطق. وفي ضربة إضافية كشفت مصادر ميدانية عن احتراق قطار عسكري إسرائيلي كان يقل نحو 500 طن من صواريخ منظومتي القبة الحديدية وثاد الدفاعية الأمريكية، ما اعتبر ضربة بالغة للقدرات الدفاعية الإسرائيلية في لحظة حرجة.